فكان يقول له عمر: لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى. إلى الآن ما نزلت الآية، فأنزل الله عز وجل آية توافق ما كان يريده عمر، توافق ما كان يريده عمر. كان عمر رضي الله عنه يرى الرجال يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلون عليه وفي البيت أمهات المؤمنين، فحزن عمر. يعني شلون يدخلون عليك يا رسول الله البر والفاجر وفي البيت أمهات المؤمنين؟ فلو أمرتهن بالحجاب. وكل فترة يقول عمر نفس الكلام لرسول الله، يقول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل موافقة لعمر. لما عاتب النبي بعض زوجاته أمهات المؤمنين جاء عمر إليهن قال: أما أن تنتهين عن ذلك، يعني تكفن عن هذا وعن مضايقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الأمر عادي، كان في بيت النبي مع أزواجه وهذا أمر طبيعي، لكن عمر أخذته الغيرة على رسول الله. قال: إما أن تنتهين أو ليبدلنه الله خيرا منكن. ماذا تقول يا عمر؟ إنهن أمهات المؤمنين. نعم، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال هذه الكلمات عمر أنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أنزل الله هذه الآيات تصديقا لكلام من؟ كلام عمر. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أراد النبي أن يصلي عليه، فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال كذا وكذا. فأنزل الله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على 70. وعمر يأتي إليه: لا تصلي عليه يا رسول الله، هذا رأس النفاق، هذا قال كذا وفعل كذا وفعل كذا. لكن رحمة النبي سبقت، وصلى النبي على عبد الله بن أبي، فأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. نزلت الآية تصديقا لمن؟ تصديقا لعمر. يقول عمر دوما: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب أرنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر. أخذ يدعو أيضا: أرنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فعاد عمر: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، حتى أنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففرح عمر وكأن الله استجاب له. تنزل الآيات أحيانا تصدق الكلام، جعلته أحيانا يتكلم بكلام ينزل الله فيه قرآن. أنزل الله عز وجل الآية موافقة لكلام من؟ لكلام عمر بن الخطاب.